ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هكلمكم عن 4 حاجات مهمين جدا تعرفيهم عن الفوط الصحيه من وانتي في سن المراهقه. بس يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول. بس قبل ما ابتدي معاكم ما تنسوش تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لكل اصحابكم عشان يقدروا ان هم يستفيدوا من الفيديو. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه واهم حاجه لازم تعرفيها عن الفوط الصحيه ان انت لازم تختاري الفوطه الصحيه المناسبه ليكي. ما ينفعش تسالي صاحبتك ايه بتجيب فوطه صحيه مقاس كام وتروحي تجيبي زيها. ده مش هينفع بنات. لازم تختاري الفوطه الصحيه المناسبه ليكي. كنت عملت معاكم اكتر من فيديو اتكلمنا ازاي تختاري الفوطه الصحيه المناسبه ليكي. يعني لو انت اوريدي جسمك مليان قوي فهتختاري الحجم الوسط، لو انت ضعيفه قوي ممكن تختاري الحجم الصغير وهيكون مناسب معاكي جدا جدا في فتره العاده الشهريه. وطبعا ممكن تجربي، يعني تقعدي تجربي فتره، ودي يعني اللي انا شخصيا برشحه، ان انت تجيبي المقاس الصغير وبعد كده تجيبي المقاس الكبير لحد ما يظبط معاكي مقاس معين، والوقت ده انت هتقدري تحددي ايه المقاس المناسب ليكي. تاني حاجة برضو لازم تعرفيها عن الفوط الصحية. لو انتي من نوع البنات اللي بيناموا نوم تقيل قوي او بيحصل لهم تسريبات وهم نايمين، في حاجتين مهمين جدا لازم تعرفيهم. اول حاجة ان لو انتي ما بتقدريش تقومي تغيري الفوطة الصحية اللي هي اوريدي الحجم المناسب ليكي، يفضل ان انتي تجيبي الفوطة الصحية اللي هي بتكون طويلة جدا وبتكون مخصصة بالليل كمان يا بنات. ودي هتلاقوها في السوبر ماركت وكمان هتلاقوها في الصيدليات بمنتهى السهولة. هتجيبي منها باكت وهتحطيها عندك، ومجرد ان يجيلك العاده الشهريه هتستخدمي الفوط دي بالليل. بجد مش هيحصل لا تسريبات ولا هتقعي في مواقف محرجه. تاني حاجة لازم تعرفيها عن الفوط الصحية، ما ينفعش تقعدي بالفوطة الصحية اكتر من ساعتين. وفي بنات كمان بتكون محتاجة ان هي تغير الفوطة الصحية بتاعتها اقل من ساعتين. فمفيش حد ممكن يديكي الوقت يعني ما ينفعش تاخدي كلامي وتقولي لا هنادي قالت انا اغير الفوطة الصحية بعد ساعتين. ممكن تكوني محتاجة فعليا ان انت تغيري الفوطة الصحية كل ساعة، بالاخص كل بنوتة منكم بيكون طبيعتها مختلفة عن التانية. فمهم جدا يا بنات ان انت تكوني طول الوقت بتراقبي نفسك وعارفة ايه المناسب ليكي. ان الفوطة الصحية لما بتغيرهاش بتسبب بكتيريا وبتسبب التهابات وبتسبب حكة، وغير كده بتسبب ريحة مش كويسة نهائيا. رابع حاجة لازم تعرفيها عن الفوط الصحية انك لازم تستخدمي الفوط اليومية. بنات كتيرة جدا ما يعرفوش اهمية الفوط اليومية وما يعرفوش اصلا بتستخدم في فترة ايه بالظبط. الفوط اليومية دي يا بنات بتبقى فوط رفيعة جدا جدا مخصصة للفترة اللي هي بتكون اخر فترة في العادة الشهرية، لما بيكون مفيش سائل كتير. يفضل ان انت ما تلبسيش في الوقت ده فوط صحية من اللي هي الكبيرة، يفضل ان انت تلبسي الفوط اليومية. هتكون مش مكلكعة، مش هتسبب لك بالاخص في الحر مش هتسبب لك التهابات ولا حاجة، لانها بتكون رفيعة جدا جدا وانا اتكلمتكم عنها كتير قوي. كمان البنات اللي بيكون عندها افرازات كتيرة جدا وباستمرار، مهم جدا ان انت تستخدمي الفوط اليومية يا بنات. بجد هتريحك جدا جدا ومش هتسبب لا حكه ولا هتسبب ريحه مش لطيفه في المكان ده. وكمان مهم جدا ان انت تغيريها باستمرار. فمهم جدا يا بنات تكونوا عارفين اهميه الفوط اليوميه. اخر حاجه لازم تعرفيها برضو ان في فتره العاده الشهريه يا بنات او في فتره الفتره اللي احنا بنستخدم فيها فوط صحيه، احنا لازم نهتم بنظافه المكان ده. مش بس احنا بنغير الفوطه الصحيه، احنا لازم طول الوقت ناخد شاور، طول الوقت نغسل المكان ده بميه فتره، نبعد خالص عن الصابون وعن الغسول، لان الحاجات دي بتزود البكتيريا والالتهابات. لما بيكون عندنا بكتيريا او التهابات احنا بنستخدم غسول وبيكون تحت اشراف الدكتور كمان. فمهم جدا يا بنات ان انتوا تكونوا عارفين ان احنا لازم في الفترة دي ما ينفعش ان انت تسمعي كلام اي حد بيقولك ما تاخديش شاور. كده كده انت بتغيري الفوطه الصحيه فمش محتاجه ان انت تنضفي المكان ده. لا، مهم جدا يا بنات تكونوا عارفين ان المكان ده لو ما نضفتوهوش باستمرار برضو بيسبب ريحه وبيسبب التهابات. فمهم جدا في فتره العاده الشهريه او في فتره استخدامك للفوط الصحيه ان انت تاخدي شاور باستمرار وتنضفي المكان ده، وتهتمي كمان ان انت تجففي المكان ده باستمرار. دول كانوا 5 حاجات يا بنات كنت حباكم ان انتوا تعرفوهم عشان لو في حد فيكم بيقع في غلط منهم
يحاول ان هو يصلحه، لانه بجد بجد هتخفف من الالتهابات وهتخفف من الريحه. لو عجبك الفيديو بقى قبل ما تمشي ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، واشوفك على خير يا رب في فيديو جديد. وما تنسيش كمان تعملي شير لكل صحابك. يلا باي.